انا الفار بيلعب في عبي. هو ده كل اللي قالك، ان الفار بيلعب في عبك بس؟ يعني مش شاغل تفكيرك الفار وصل لحد هنا ازاي اساسا؟ وبعدين تعالى هنا، انت ليه سايبه يلعب في عبك الوقت ده كله؟ لا اوعى تفهم غلط، العب هنا مش المقصود بيه اللي انت فاهمه، ده مقصود بيه المخ. واساسا بقى القصه دي ما حصلتش اصلا بين فار وانسان، دي كانت بين فار واسد، وهي اصلا قصه خياليه بس فيها حكمه. بيقول لك ان مره فار راح لاسد وقال له انت عارف اني اقدر اموتك؟ فطبعا الاسد بص له كده اللي هو انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ موتني ده ايه؟ اتكلم على قدك. الفار قال له طب اديني شهر وانت تشوف. الاسد قال لك ده باين له فار اهبل وما حطش الموضوع في دماغه. ومر الاسبوع الاولاني وما حصلش حاجه، الاسبوع الثاني جه وما حصلش حاجه برضه، بس الاسد بدا يجي له كوابيس بالليل ان الفار جاي يقتله. وبقينا في الاسبوع الثالث والاسد عمال يسال نفسه هو ايه اللي مخلي الفار واثق من نفسه قوي كده؟ فالاسد بدا يقلق بقى لحد ما جه الاسبوع الرابع. كان الخوف اتملك من الاسد تماما وقال لك لا بقى، الفار ده شكله ناوي على نيه فعلا، انا هدخل استخبى في العرين بتاعي. ومن كتر قلقه وخوفه قطع اكل وشرب لحد ما صحته اتدهورت ومات في مكانه فعلا، مع انه الفار ما عملوش حاجه ابدا غير انه بس لعب في عبه، قصدي في دماغه. انت بقى ما تعملش زي الاسد وما تخليش الفار يلعب في دماغك.